أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم في كوكب مجهول فيه كائنات مفترسة، وبنشوف طائر غريب بيحفر في الأرض، وفجأة بتطلع له إيد من تحت الأنقاض وبتمسكه من رقبته لغاية لما بيتخنق الطائر وبيموت. وفي الوقت ده بيطلع ريدك من تحت الأنقاض وبيفضل يزحف لغاية لما بيوصل للمية، بس بيلاقيها غير صالحة للشرب. وبعدها بيروح في النوم، ولما بيصحى بيحس برجله المكسورة، فبيحطها بين صخرتين علشان يرجع العظم مكانه. ومن كتر الألم صوته جذب حيوانات غريبة شبه الضباع، وفضلت تقرب منه، فبيلبس ريدك نضارته اللي بتكشف له كل حاجة. ولما بيشوفهم يا عزيزي بياخد ديله في اسنانه وبينزل في المية علشان يستخبى منهم، وفعلا الضباع زهقوا ومشيوا. فبيطلع ريدك من المية وهو مش مطمن وبدأ يشوف رجليه، وفجأة بيكون ضبع منهم واقف وراه وهو مش واخد باله، فبيهجم عليه وبيحاول ريدك ينقذ نفسه. فبيطلع له قطعة حديد من الدرع بتاعه وبيرميها، وساعتها ساب الضبع وطلع جري وراها. وبعدها عالج رجله وبدأ يدور على أي مكان أمان، وفعلا بيوصل لكهف وبيلاقي جواه مية وبيفضل يشرب. وبيبص جنبه وبيلاقي سلم قديم، وفجأة بتظهر له الضباع مرة تانية وبيدخلوا الكهف علشان يشربوا. فبتظهر لهم كائنات غريبة بتهجم على واحد منهم وبيقتلوه، وساعتها بيهربوا الضباع الموجودة. فبيحاول ريديك يطلع على السلم، لكن بيتفاجئ بكائن تاني قدامه وهجم عليه، بس ريديك قدر انه يحمي نفسه وهرب بسرعة من الكهف. وبيفضل ماشي لغاية لما بيوصل لمكان شبه المعبد، فبيلاقي قبر وبينزل فيه وبيقفل على نفسه. وبعدها بيروح في النوم وبيفتكر الماضي قبل ما يترمي في الكوكب ده. وبنعرف ان ريدي كان قائد على اسطول كبير، وبيكون نفسه يرجع لوطنه اللي مش عارف هو فين. وبيدخل اوضته، هناك في واحده بتظهر له ان هي بتحبه، فبتسمع صوته وبتقول له يشوف الحراس بره ولا لا. فبيروح ريديك يبص عليهم، لكن بيتفاجئ ان هي طعنته بالخنجر في ظهره، بس ريديك ما هموش حاجه ومسكها وقتلها. فبيدخل القائد فاجو وبيقول له ايه اللي حصل. فبيقول له ريديك في حد امرها ان هي تقتلني. فقال له فاجو ده امر عادي لانك قائد عظيم، والاهم من كل ده ان لقيت الكوكب بتاعك اللي بتدور عليه من زمان. فبيفرح ريديك وبيأمره انه يوديه الكوكب ده في اسرع وقت، فبينفذ الامر بيوديه الكوكب اللي قال له عليه. لكن ريديك بيعرف انه خان ووداه كوكب مجهول وغامض وكله حيوانات مفترسة، وبيكون معاه مساعد فاجو جاي علشان يخلص عليه. وساعتها بيفهم ريديك انه عايز يقتله، فبيشتت انتباههم وبيمسك شوية تراب في ايده وبيخلص على كل الحراس في ثواني. فبيحاول المساعد يقتله، لكن ريديك بيتدرى منه، فبيضرب المساعد الارض بالسلاح اللي معاه، فبتنهار وبيقع ريديك من ارتفاع عالي، فبيفتكر بكده انه قتله. وبنرجع بالاحداث لما ريديك قام من النوم وبدأ يكتشف الكوكب، فبيلاقي ضبع صغير وبياخده يربيه علشان يكون صديق ليه في رحلته ويحميه من الكائنات المفترسة. وبعدها بيجيب سم من الكائن اللي بيطلع من المية علشان يحقن بيه نفسه والكلب كمان، وبكده يقدر يقاوم الكائن الغريب ويطلع على السلم. وبتمر الأيام وبيكبر الضبع وبيكون صديق ريديك في رحلته. وفجأة بيبص الضبع في السماء وبيكون خايف، فبيعرف ريديك ان في امطار كتير هتنزل على الكوكب ده، والمصيبه ان الامطار دي هتصحي كائنات متوحشه من تحت الارض. فبيسيبوا المكان وبيمشوا لغايه لما بيلاقوا مبنى قديم، ولما بيوصل بيكتشف انه مقر لمحطه فضائيه، وبيعرف ان المحطه دي قديمه من زمان. وبعد ما بيفحص المكان بيلاقي جهاز مسح ضوئي، فبيبعت رساله من خلالها، فبيتضح انه مطلوب وعايزين يمسكوه. واشاره المسح نبهت سفينه ونزلت على الكوكب علشان يجيبوا ريديك حي او ميت. ولما بينزلوا من السفينة بدأوا يدوروا عليه في المكان اللي اتبعتت منه الإشارة، وقائد السفينة بيكون اسمه ستان. وبيدخل المحطة اللي كان فيها ريديك ومعاه دياز، وبنلاقيه غضبان جدا علشان ملقاش ريديك في المحطة. وفي الوقت ده بيشوفوا رسالة على الباب بتقول لهم يهربوا من الكوكب ده، فبيأمرهم سانتانا انهم يخلعوا بطاريات السفينة ويشيلوها في الخزنة علشان يبقى في امان من اي مشاكل. وبيخليهم يفكوا الاسير اللي معاهم في السفينة، وبيأمروها ان هي تسيب السفينة وتهرب بسرعة. واول ما بتحاول تهرب بيصطادها سانتانا وبيقتلها، فبيشوفها ريديك وهو حزين ومتضايق. وبعدها سانتانا بيعرف نفسه بصوت عالي لريديك وبيقول له هجيبك لو تحت الارض حي او ميت. وبعدها بيلاقوا سفينة تانية نازلة على الكوكب علشان عايزين يخلصوا على ريديك هما كمان. وبينزل من السفينة القائد جون والرجالة بتاعته، فبيلاقوا سانتانا بيقابلهم مقابلة وحشة وبيقول لهم ان ريديك ده بتاعي انا وانا اللي هجيبه من قفاه. وبيدخل الليل عليهم وبيكونوا مستعدين لأي هجوم، وفجأة الأجهزة بتعمل صوت، وأول ما بيشوفها سانتانا بيلاقي الضبع بتاع ريديك، لكن مش بيهتم وبيكون فاكر انه حيوان عادي. بس الضبع بياخد جهاز منهم وبيديه لريديك، وفي الوقت ده بيقدر ريديك انه يعمل خلل للأجهزة ويعطلها. فبيقول سانتانا لرجالته احنا في خطر والاجهزه عطلت ولازم نبحث عنه في اسرع وقت. فبيعرف جون باللي حصل وبيكلم سانتانا وبيقول له اللي بوظ اجهزتك ضبع قريب من هنا، واكيد الضبع ده بتاع ريديك، وبيطلب منه انه يرجع لان المكان خطر وكله افخاخ.
بس سانتانا بيتكبر ومش بيرضى يرجع، وبيقول له مش انت اللي هتعرفنا اشتغل ازاي. وفجأة واحد من رجالته بيدوس على فخه وبيفعصه وبيموت، فبيخاف سانتانا وبيترعب وبيرجع بسرعة. وبعدها بيقعد مع جون وبيحاول يتفق معاه علشان يتعاونوا مع بعض ويخلصوا على ريديك، وبيقول له هديلك 10% من الفلوس. فقال له جون انا اللي هقتله وانت مش هتاخد حاجة. وساعتها بيتعصب سانتانا وبيكسر كل اللي قدامه. وتاني يوم بيستعدوا علشان يطلعوا يبحثوا عنه، فبيشوفوا الضبع بتاع ريديك وبيضربوا عليه طلقة فيها GPS، وبدأوا يمشوا وراه علشان يوصلوا لريديك ويخلصوا عليه. فبيدخل الضبع في كهف غريب وهم بيدخلوا وراه وبيفضلوا يفتشوا فيه حتة حتة، لكن مش بيلاقوا ريديك أي أثر. وفي اللحظة دي بيكون موجود فوق السفينة بتاعتهم، وبيدخل للخزنة وكتب عليها إنه أخد البطاريات. فبيتضايق جون وبيكون خايف، فبيقول له سانتانا محدش يقدر يفتحها لأن المفتاح معايا أنا بس. فأمر جون إنه يفتحها علشان يتأكد. فبيروح يفتح الخزنة وبيلاقوا البطاريات موجودة في مكانها، وفجأة بيسمعوا صوت جاي من الأجهزة اللي بره، فبيسيبوا الخزنة مفتوحة وبيروحوا يشوفوا فيه إيه. وساعتها بينزل ريديك للخزنة وبيلاقي حارس عليها، فبيتعامل معاه بطريقته الخاصة. وبعدها بيفتحوا الخزنة مش بيلاقوا البطاريات فيها، فبيتعصب جون لما عرف إن البطاريات اتسرقت، وقال لسانتانا لازم نجيب ريديك حي علشان نعرف مكان البطاريات يا اما كلنا هنموت هنا. وبنشوف ريديك وهو بيخبي البطاريات في مكان بعيد علشان محدش يعرف مكانهم. وبعدها بيروح لغايه عندهم وبدأ يساومهم مع البطاريات، وبيقول لهم قدامكم 24 ساعه بس، وبعدها محدش هيحب يكون على الكوكب ده، لان لما المطر ينزل المكان كله هيتحول لجحيم، ولازم نتفق مع بعض علشان نطلع من الكوكب ده بسلام. وانا هديلكم البطاريات بس تدوني سفينه اسافر بيها من هنا. وادالهم مهله يفكروا فيها وبدأ يمشي، لكن سانتانا اتجنن وطلع مسدسه وحاول يضربه بالنار. وفجأة بيهجم الضبع بتاع ريديك عليه وبيفضل يعضه، فبيضربه سانتانا بالنار وبيخلص عليه. وساعتها مساعدة جون بتضرب ريديك كام طلقة مخدرة، فبيمسكوه بيربطوه في السفينة بالسلاسل. وفي الوقت ده بيشوف ريديك المطر بدأ ينزل والوحوش هتطلع من تحت الأرض، فبيقول ريديك لسانتانا أول واحد هيموت هو أنت بعد القيود ما تتفك ب5 دقايق. فقال له سانتانا أنت شكلك كده عبيط، وانا اللي هقطع رقبتك بالسيف اللي معايا. وفجأة بيسمعوا صوت قوي جاي من بره، فبيبصوا على الأجهزة وبيتفاجئوا بوحوش كتير داخل عليهم، فبيترعبوا وبيستعدوا للسواد اللي جاي لهم. وبيعرفهم ريديك ان الوقت كده خلص وكلنا هنموت، فبيحاول سانتانا يخلص عليه، بس ريديك خبطه برجله ورمى عليه السيف وطير راسه. فبيقول لهم ريديك مفيش وقت لازم تفكوني علشان اجيب البطاريات. فبيوافق جون انه يفكه لانه ما عندوش خيار تاني، وبداوا يجهزوا نفسهم وبيركبوا الموتوسيكلات، بس بيلاقوا وحوش كتير قدامهم فبيضطروا انهم يخلصوا عليهم. وبعدها بيفضلوا ماشيين بالموتوسيكلات في قلب العاصفة لغاية لما بيوصلوا لمكان البطاريات، وفضل يحفر ريديك لغاية لما طلعهم من تحت الأرض وسلمهم لجون. بس بيجي مساعد سانتانا وبيضرب جون من ظهره لأنه عايز يسرق البطاريات، فبياخد باله ريديك وبيطير عليه وبيقسمه نصين. وقبل ما بيقع على الأرض بيضرب الموتوسيكلات بالسلاح اللي في إيده وبيعطلها، ومفيش حل تاني غير إن هما يمشوا على رجليهم. فبيقول ريديك لجون أمن نفسك لأن الوحوش دي مالية المكان، وبدأوا في قتل الكائنات المفترسة، لكن عددهم بيزيد بقوة ومش قادرين يقاوموهم. وفي الوقت ده ريديك بيتصاب وبيقع على الأرض، فبيقرر جون إنه ياخد البطاريات منه ويسيبه ويمشي. وبعدها بيوصل للسفينة وهو متضايق لأن ساب ريديك لوحده، وبنشوفه هو تعبان ومش قادر يقف، فبيضطر انه يزحف لغايه لما بيوصل لجبل وبيطلع عليه والكائنات المفترسه وراه، وبتفضل تهاجمه من كل مكان، وهو يا عيني بيحاربهم لغايه اخر نفس فيه. وللاسف الشديد عددهم بيزيد ما بيقلش. وفجاه يا عزيزي بيلاقي حد بيضرب في الكائنات دي وبيدمرها، فبيبصوا بيلاقي جون هو اللي انقذه واخده معاه في السفينه. وبعد ما عالجه بيساله جون هتعمل ايه لما ترجع؟ قال له هدور على الكوكب بتاعي واعيش فيه بسلام. فبيودعه جون وبيديله سفينه علشان يسافر بيها. وبيخلص فيلمنا. اشوفكم في فيلم جديد.